إلى أعداء ترويق الدواليب، جاية لكم بخبر صار النهاردة. هتقدروا تروقوا الدولاب لمرة واحدة بس في حياتكم، بعد كده مش هيتكركب تاني إن شاء الله، إلا لو انت بقى عايزة تفرزيه من أول وجديد. تابعوني. اعتقد ان انتوا في كتير منكم يعرف او سمع عن ماري كوندو، الست اليابانية اللي احترفت التنظيف. دي بقت شغلتها، تعلم الناس ازاي ينظفوا. ماري كوندو ليها طريقة معينة في ترويق الدواليب. هي اتكلمت عن كل حاجة في تنظيف البيت او ترتيبه في الكتاب بتاعها سحر التنظيم، سحر الترتيب. بس انا النهارده هكلمكم عن الدواليب تحديدا، عن تجربه شخصيه. انا روات الدولاب، انا من اعداء ترتيب الدولاب بجد. يعني ماليش خلق لا ليه ولا للادراج اللي مليانه حاجات صغيره كده، واقعد الف حوالين نفسي وقرارات كتيره، فين احط دي في انهي مكان، واحط دي في انهي درج تاني وبوكس وافضل الف حوالين نفسي كده. والله العظيم تاخد مني وقت ومجهود كبير. انا ماليش خلق الكلام ده. بس طريقه ماري كوندو جربتها وفعلا نجحت معايا. انا هكلمكم النهارده عن الدواليب بتاعها، ان انتوا بتنزلوا كل الهدوم اللي موجوده في البيت كله. بس انا عملت علشان ممكن يكون في قطعة ملابس لحد موجودة في حتة تانية في دولاب حد تاني كده، بس أنا صراحة ما التزمتش بالموضوع ده. وكل دولاب كنت بقلب اللي فيه لوحده. بتقلبي كل الهدوم قدامك على الأرض، وبتبدأي تفرزي وتقرري ايه اللي انت بتحبيه فعلا وتحبي تشوفيه، وايه اللي انت بتتضايقي لما تشوفيه ما بتبقيش عايزه تلبسيه، وايه اللي انت خلاص بقى يعني صغر عليكي او ما بقاش مناسب لمقاسك. والقسم بتاع هلبسه لما اخس او لما اتخن ده تخلصي منه. يعني انت عارفه يعني، وانا عارفه وكلنا عارفين لما ان شاء الله تخسي بتجيبي هدوم على مقاسك الجديد. تمام. الهدوم دي بقى كلها طلعيها بقى اللي محتاجها، وخلي قدامك بس الهدوم اللي بتتبسطي لما بتشوفيها وفعلا بتحبي تلبسيها. احنا احيانا بيكون دولابنا مليان هدوم واحنا لازقين في لبس واحد بس. ده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ المهم بعد ما بتقرري، وعلى فكره المرحله دي مش سهله، ده في كتب بتعلمك ازاي تتخلصي من الحاجات. يعني في ناس ما بتعرفش تتخلص من الحاجات، وانا كنت من الناس دي قبل ما اتبع طريقه ماري كوندو. المهم بعد ما بتقلبي الدولاب قدامك وبتشيلي كل اللي ملوش لازمه او اللي انت خلاص قررتي ان انت تديه لحد تاني يكون محتاجه اكتر، بيتبقى لك بس الهدوم اللي انت بتحبيها وعايزه تشوفيها لما تفتحي الدولاب. طبقيها ازاي بقى؟ بتطبقيها بالطريقه دي اللي هي الاسطوانيه دي. عارفين انتوا بتلفوها كده بتبقى اسطوانيه، وبتترتب كده ورا بعض كده، مش فوق بعض زي الطريقه المعتاده اللي احنا متعودين عليها في بيوتنا معظم الناس. يعني الطريقه دي رهيبه في ان هي تحافظ لك على الدولاب من ان هو يتكركب تاني كل شويه وانت بتدوري على حاجه. وفي حاجه كمان عملتها، هي قالت ان احنا نرتبها بالتدريج الالوان، يعني الالوان من الفاتح للغامق. طبعا انا قلت ايه الاوفر ده، وانا هقعد هعمل باليتا في الدولاب وايه الروقان ده؟ بس انا بصراحه التزمت بيها. قلت بقى بالمره الهدوم قدامي، يعني مش هتعب قوي. عملتها فعلا بتدريج الالوان، وبصراحه كانت تاثيرها حلو جدا. لما بكون بدور على هدوم ما بدورش، اللي هو بفتح الدولاب اشوف الهدوم دي كانت لونها ايه، يبقى هي هتلاقيها في المنطقه دي في الصف ده. واجيبها بكل سهوله، وبرده احطها في مكانها بكل سهوله. حاجه تانية وفايده تانية الموضوع تدرج الالوان ده، يعني لو انت عايزه تدوري على لون معين عندك تنسيق اللبس. لو بنتك في الحضانه ولا في المدرسه كل شويه يقولوا لها النهارده اليوم العالمي للبتنجان، عايزين نلبس فحلوقي، فانت تقعدي بقى تقلبي الدولاب تشوفي عندها درجه اللون الفحلوقي دي ولا لا انت بتبصي للدولاب بتعرفي هي عندها ايه وما عندهاش ايه. فحلوه قوي، هتوفر معاكم وقت، ومش هتحتاجي طبعا تقلبي الدولاب لو بتدوري على حاجه. زي ما قلت لكم بمجرد النظر بتشوفي الحاجه كلها مترتبه بالطريقه دي قدامك، بتاخديها وبتحطيها تاني مكانها. فانا دلوقتي بقى لي اهو 3 شهور الحمد لله. الحمد لله الدولاب لسه ما اتكركبش، رغم ان العيال كل شويه ينكشوا فيه، بس يعني بسيط قوي، مش زي الاول. ده كان تاني يوم كان بيبوظ. توكلوا على الله، اعملوها سواء بتحبوا التنظيم او ما بتحبوهوش. الطريقه دي هتوفر عليكم وقت ومجهود كبير قوي. بالنسبه بقى للكتاب بتاع ماري كوندو، عايزه اديكم كده ايه ماري كوندو لوحدها. ماري كوندو كانت عايزه تتجوز مخصوص علشان يكون عندها بيت تروقه كل يوم. انتوا متخيلين هي مهووسه بالتنظيف ازاي والترتيب؟ بس هي كانت بتقول ان هي مهما تروق ومهما تنظف تحس لسه ان هي البيت لسه مش نظيف، لسه في كركبه. لحد ما قرت كتاب، وهي كانت في الابتدائي ولا في اعدادي، وفي الباص بتقرا في المواصلات كتاب عن ازاي تتخلص من الاشياء اللي المفروض تتخلص منها، لان هي برضو يعني واضح ان الموضوع ده عندنا كلنا. فروحت البيت، قعدت على الارض، قعدت لها كام ساعه كده بتخلص من بتاع مش عارفه قالت كام شوال من الحاجات اللي هي
بعد ما فهمت ان في حاجات مش المفروض ان هي تحتفظ بيها ما دام ما بتستعملهاش، خرجت بتاع 30 كيس كبير من الاوضه، وبتقول في حتت في الاوضه انا ما كنتش شفتها قبل كده، والهواء ريحته اتغيرت، وانا تفكيري بقى اهدى وبقيت حاسه ان انا رايقه كده. هي طبعا ما قالتش الكلام ده باللفظ يعني، بس انا بشرح لكم المعنى اللي وصل لي. وهي عشان كده بتقول سحر الترتيب، انك لما بترتب بتشيل كل حاجه ملهاش اي لازمه في البيت، بتتخلص منها وقتي. يعني بتشيل كل حاجه وبعدين تتخلص منها وبعدين ترجع تكمل ترتيب، مش تسيبها قدامك وترتب وبتقولها هرميها بكره ولا هديها للي محتاجينها بكره عشان انت هترجع في كلامك. هي بتقول تتخلص من الحاجات دي فورا، ويا ريت مامتك وباباك ما يكونوش موجودين في البيت، او يعني اللي بيجيب الحاجات دي بفلوسه تحديدا يعني، علشان هيقعدوا يستخسروا ومش عارف ايه، ولا وان شاء الله نستعملها كمان 50 سنه. لا ده الباتيناج ده انا كان نفسي اتعلمه من الطفوله، والله يعني ما هيعطلوكي هيمنعوكي. فلما بتتخلصي من كل حاجه زياده عندك في البيت هتحسي براحه، وده هينعكس على طريقه تفكيرك وعلى ثقتك بنفسك كمان على فكره. يعني انا اتبسطت من نفسي قوي لما انا عملت كده والله العظيم، لان انا دي مش من الحاجات اللي انا مميزه فيها صراحه. فهي ساعدتني جدا، والكتاب حلو، بدوروا عليه على اليوتيوب اسمه ماري كوندو سحر الترتيب. اوكي، وجربوا طريقه تنظيم الدواليب دي بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشاركوه مع اصحابكم وتعملوا لايك وتشتركوا. سلام.